مش قلتلك 100 مرة ما تركبش السكيت بتاعي؟ أنا آسفة، أنا أحق منك. أنتِ عايزة مني إيه؟ الجايزة دي بتاعتي، مش هسيبك، هاخده. نورة يا نورة، نورة. ماما؟ نفس الحلم؟ أيوة، بس التفاصيل مختلفة المرة دي. ازاي؟ يعني نور كان راكب السكيت بتاعي والجايزة المرة دي وقعت هو انتي نمتي الساعة كام؟ كالعادة ماما هترجع كل المواضيع اللي بتحصل في حياتي لسهري على التليفون. انتي بتقولي حاجة؟ لا ما بقولش حاجة خالص. نمت حوالي الساعة 1. واحدة؟ كام مرة قلتلك السهر على التليفون هو اللي بيجيب الأحلام الغريبة اللي تقلقك يا نورة؟ هو أي حاجة تحصل في حياتي يا ماما تقولي لي إن التليفون هو السبب؟ مش عارفة بقى، أنا دايما أسمع الأمهات تقول كده، وأكيد التليفون هو السبب. بعد كده ننام بدري بعد إذنك، ويلا علشان ما تتأخريش على المدرسة. حاضر يا ماما، ما انتي بقالك ساعة بتتكلمي معايا، كان زماني خلصت لبس. والله العظيم هسيبك ساعة كمان ومش هتخلصي لبس. لوليتا، ايه اللي منزلك تحت؟ كنت هنسى المفاجأة. نورة، خلصتي؟ أيوة يا ماما، خلصت. لا ابتسمي يا تيتا. أهو. بصي كده. يوه، مين دي يا نور؟ انتي يا تيتا، بس الفلتر ده بيصغر في عمرك، يعني ده انتي وانتي شابة. ما أنا حلوة وأنا كبيرة أهو. عموماً عشان صورتني الصورة الحلوة دي هغني لك الأغنية اللي أنت بتحبها. نور نور بكرة تكبر يا شطور. خلاص بقى يا تيتا، قلتلك 100 مرة اني كبرت على الأغاني دي. ما هو أنت مهما كبرت هيفضل الفرق بيني وبينك هو. أمال أنت عايز تيتا تغني لك إيه؟ أغاني راب مثلاً؟ يوه مالكيش دعوة. فاكرة يا تيتا حلم الجايزة؟ اتكرر تاني، بس المرة دي كان غريب قوي. تفتكري ده معناه إيه؟ الأحلام بتبقى شبه صحابها يا نورة. حلمك يمكن ملخبط دلوقتي، لكن بالوقت هتفهميه وتعرفي معناه. شكل الموضوع كبير. لما أرجع من المدرسة هحكي لك الحلم بالتفصيل. أختي حبيبتي، أنا عارف تفسيره. بصي يا نورة، ده معناه إن آخرك هتاخدي جايزة في الأحلام بس. خليك في حالك. ما بلاش انتي. ايه ده؟ انت بتتجسس عليا؟ طب ابقى شوف مين هيديك السكيت تاني. لو ما اديتهوليش انتي كمان مش هتاخديه. ازاي بقى؟ يا بابا، على فكرة بقى، نور امبارح كانت ماشية في نص الشارع وهي رايحة المدرسة بالسكيت. ازاي يا نورة؟ مش احنا متفقين ان احنا نلعب بيه على الرصيف وفي النادي بس؟ بابا بعد ثانيتين هيقول لي انها لعبة خطيرة وهيحرمني من السكيت. الظاهر كده ان كلامك مش عاجبها يا بابا. اسكت بقى. يا بابا الشارع كان فاضي. لا نورة، انا مش مرتاح لموضوع السكيت ده، دي رياضة خطيرة. طب ما انا بلعب تايكوندو، رياضة خطيرة برضو. نورة بلاش لماضة، مفيش سكيتنج تاني، وبعدين الباص قدامه 5 دقايق ويجي ياخد اخوكي تركبي معاه زي زمان. بس يا بابا. شش. نتناقش بعد المدرسة.